بيكم في كلام إلهام. في نوعين من العلاقات دايما، العلاقة السوية اللي ماشية كده زي الفل، زي السكينة في الحلاوة زي ما بيقولوا، حب ماشي خد وهات، علاقات لطيفة، معاملة جميلة، شخص قريب، كل ما نحتاجه نلاقيه موجود في حياتنا، كل مشاعر احنا محتاجينها في الوقت الحالي نلاقيه بسرعة بيجي ويديها لنا، حياة لطيفة كلنا بنحلم بيها. ده نوع. النوع التاني من العلاقات شخص مش موجود، بنشحت منه الحب، دايما يقع في قرابيزنا النوع ده من الاشخاص، بنشد منه الكلام كده عشان يتكلم معانا، دايما ندور عليهم مش موجود. فاحلك لحظات حياتنا اللي محتاجينه يكون موجود فيها جنبنا ويطبطب علينا كده مش موجود، ودايما ندور عليه حوالينا ونشده ناحيتنا وهو بيهرب من ايدينا زي ما نكون شايلين شويه ميه بالظبط. دول نوعين من العلاقات. لو انتم من النوع الاولاني فالفيديو ده مش عشانكم، احنا بنتكلم على العلاقه من النوع التاني، الشخص اللي دايما هربان مش موجود، دايما بجري وراه وبدور عليه في اي حته وهو بيتهرب مني، بيدي الحب والحنان والاهتمام على القد وبالقطاره، دايما معطشني مش مخليني شبعانه حب وحنان كده، دايما يسيبني مع نفسي للسؤال اللي بيقول هو انا ليه بيتعامل معايا كده؟ هو انا قليله؟ انا مستاهلش ان انا اتحب ويبقى اللي قدامي مهتم بيا وبيدلعني زي ما بشوف مع بقيه البنات والستات؟ والسؤال ده بدل ما يكون حافز ليا ان انا اغير المود اللي حواليا ده واغير البالونه اللي انا عايشه جواها ومش عارفه اخرج منها دي واخرج منها فعلا بدبوس صغير كده يعني افرقعها، لا ده انا بدخل جواها اكتر واكتر وبحس ان دي البيئه اللي انا المفروض اكون فيها، ويبتدي احساسي بنفسي يقل ويبتدي عقلي يقول لي ان انا ما استاهلش اكتر من اللي هو بيديهولي ده، مع ان الواقع والحقيقه لا، انتوا تستاهلوا اكتر من كده بكتير، تستاهلوا تتدلعوا وتتحبوا وشخص يكون حواليكوا بيديكوا كل احتياجاتكم العاطفيه، وكمان لو محتاجينه في حياتنا يعمل لنا سبورت لاي حاجه يبقى دايما موجود. انتوا تستاهلوا ده واكتر كمان. يجي السؤال التاني، هو انا ليه دايما اشد النوع ده من الاشخاص؟ ليه دايما الاشخاص السلبيه دول هم اللي بيدخلوا حياتي؟ هو انا ليه ما عنديش حد من النوع الاولاني؟ الحقيقه لو دورنا كويس عن السبب هنلاقي ان السبب ده جواكوا انتوا اللي بتعملوا حواليكوا هاله كده من الفشل ومن الطاقه السلبيه بتجذب ناحيتكم كل الناس دي. لو انتوا من جواكم ما حسيتوش ان انتوا تستاهلوا تاخدوا حاجات كتير قوي حلوه، اللي قدامكم هيستخسر ان هو يديلكوا الحاجات دي. على فكره الطرف التاني في العلاقه بيبقى حاسس كويس قوي اللي قدامه ده بيتعامل ازاي، هل هو واثق من نفسه كده وواقف على ارض صلبه وان هو حاسس بقيمته، ولا مهزوز ودايما محتاج للشخص ده علشان يديله دفعه في حياته؟ هنا بقى بتكمن المشكله. لو انا اديت للي قدامي ايحاء ان انا مهزوزه ومش واقفه على ارض صلبه كده، هو هيبتدي يستغلني اكتر واكتر، وكل ما انا ادي اكتر هو بيبعد اكتر لانه حاسس ان مش مقدره نفسي بالشكل الكافي. طب ليه هو هيقدرني بقى؟ لا ده انا العب بيها الكوره بقى. عارفين المثل اللي بالعاميه ده اللي بيقول اللي يقول لي لمراته يا هانم يقابلوها الناس على السلالم، واللي يقول لها يا عوره يلعبوا بيها الكوره. هو كده دايما مع الطرف التاني في العلاقه، لو انا اديت لنفسي قيمه وحسسته بيها هو كمان هيبتدي يحس بيها ويعاملني على الاساس ده. لو انا قللت من نفسي واستهنت بقدراتي وبنفسي هو كمان هيبتدي يستهين بيا ويحس ان انا ما استاهلش ان هو يديني اي حاجه، لا مشاعر ولا حب ولا اهتمام ولا وقت ولا اي حاجه. وبالتالي ندخل بقى في الدايره اللي انا قلت عليها، انتوا تجروا وراه وهو يجري منكم، وكل ما انتوا تطلبوا اكتر هو يدي اقل، كل ما تقربوا يبعد، ومش هنخلص من القصه دي. طب ايه الحل؟ ازاي نرجع تاني للثقه في نفسنا ونخلي اللي قدامنا ده يحس ان هو فعلا احنا لينا قيمه، وان هو وجودنا في حياته بيضيف له هو مش بيضيف لنا احنا. هو طبعا بيضيف لنا، بس احنا عايزين نوصل له الاحساس ان احنا كمان اضافه لحياته، وان احنا حاجه مهمه جدا دخلت حياته. اول خطوه في الموضوع ده ان احنا نبتدي بنفسنا نحس بقيمه نفسنا، نقعد كده شويه مع نفسنا ونقول لنفسنا كل الحاجات الايجابيه اللي ممكن تظهرنا قدام نفسنا بشكل كويس، نستحق الحب والاهتمام والعطف والحنيه والدلع وكل حاجه. احط ده في دماغي واخليه صوره قدامي، ده هيتنقل لجوايا انا ويملاني ويخليني فعلا حاسه من جوايا ان انا ليا القيمه الكبيره دي. ده هينعكس عليا وعلى الهاله اللي حواليا وتخلي الشخص اللي قدامي ينجذب ليا من الحته دي، والثقه الكبيره اللي في نفسي دي تتنقل له ويبتدي يحس بقيمتي الكبيره برده. 2، ما نخليش الشخص اللي قدامنا في العلاقه الطرف التاني ليه كل الاهتمام والحيز الكبير قوي في حياتنا ده، ونديله الايحاء ان هو سعادتنا او لا مرتبطه بوجوده او لا. ده بيخليه هو يحس كتير ان انتوا بدونه ولا حاجه، وان هو لو بعد انتوا هتنهاروا. طب ما تيجوا نجرب كده، ابعد بقى عنها عشان اشوفها وهي بتنهار،
هما فعلا بيفكروا بالاسلوب ده، وكل ما انت انهارتي اكتر كل ما هو حس بقيمته اكتر وبعد اكتر واكتر، وركنك على الرف وابتدى يدور على واحده تانية عندها ثقه في نفسها اكتر. 3. اشغلوا نفسكم باي حاجه مفيده، ولو حتى كانت كورسات تعلموا نفسكم ازاي تنظموا حياتكم ووقتكم. بتفيد جدا الحكايه دي عشان ما يبقاش عندي وقت فاضي كتير يخليني دايما محتاجه لحد يملالي الوقت الفاضي ده. لو انا بنفسي عارفه امشي امور نفسي واملى وقتي الفاضي بحاجه مفيده ليا انا واشتغل بيها على نفسي، احسن كتير من ان انا طول الوقت بطارد حد تاني عشان وجوده مرتبط باحساس ان انا كامله. لا، ابتدي لوحدي احس ان انا كامله. على فكره الكلام ده للرجاله وللستات. ابتدي احس ان انا من جوايا كامله، وان اللي جوايا بيكملوني حته بسيطه، مش الجزء الاساسي من حياتي. الجزء الاساسي من حياتي انا بنفسي اللي مليان، وانا بنفسي عارفه اشغله ازاي. الباقيين كلهم اللي حواليا جزء مكمل لحياتي، مش الجزء الكبير، جزء على قدر احتياجي للشخص الموجود قدامي ده. ما يبقاش كبير قوي وما يبقاش برضو ان انا استهين بيه، لا، البالانس في كل حاجه مهم جدا يا جماعه. اعرفوا ازاي تدوروا علاقاتكم وازاي تحسوا بقيمتكم عشان اللي حواليكم يحسوا بيها هم كمان. واتمنى ان انا كنت فدتكم، واي حاجه قلتها دلوقتي فادت ولو واحد فيكم بس يخلي اللي قدامه يحس بقيمته ويحس ان هو اضافه لحياته مش العكس. واشوفكم في الحلقه الجايه من كلام إلهام.